حضرات المشاهدين أينما كنتم طابت أوقاتكم، مرة أخرى نعود بكم إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض. نواف العابد يستعد للدخول كأول اختيار للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس في هذا الشوط الثاني. اختيار هجومي بالسرعة الجنونية للنجم الدولي السعودي نواف العابد. لكل من يلتحق بنا الآن أو أمامنا التغيير السعودي الأول في هذه المباراة، دخول لنواف العابد، خروج لخالد الكعبي كأول تغيير للمدرب جورجيوس دونيس. نذكر بتشكيلتي الفريقين. بالنسبة للضيف النادي الأهلي الإماراتي، حراسة المرمى لأحمد محمود، يمين الدفاع عبد العزيز هيكل، على اليسار عبد العزيز سانجور اللي أخذ مكان وليد عباس المصاب قبل نهاية الشوط الأول. في محور الدفاع خميس سالمين وكيون كيون. ثلاثي وسط الميدان ماجد حسن، حبيب الفردان وإيفرتون ريبيرو. ثلاثي هجومي إسماعيل الحمادي، ليما رودريغو وأحمد خليل. إلى تشكيلة الزعيم الهلالي خالد شراحيلي لحراسة المرمى. ثلاثي الدفاع شحفلي كواك وأحمد شراحيلي. 6 لاعبي وسط الميدان، البريك سلمان الفرج، ياسر الشهراني، سلام الدوسري، ادواردو، خالد الكعبي اللي خرج مع نهاية الشوط الأول وجاء بديلا له نواف العابد، والمهاجم الميدة ايلتون. اختيارات المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. اطار المباراة المكاني طبعا ملعب الملك فهد الدولي الزماني، نصف نهائي دوري ابطال اسيا. المدرب طبعا جورجيوس دونيس باستعماله لهذه الورقة الهجومية الرهيبة نواف العابد، المعروف بسرعته الكبيرة بتسديداته المثيرة، وبالتالي دفاع الاهلي سيكون على المحك. هذا هو النواف. بداية يتحرك العابد، شهراني، ايلتون مع خميس سالمين. طويلة الكرة من كوون الكوري الجنوبي وامامنا، يضع الكرة في التماس. جماهير الهلال تمني النفوس بهدف البال، المكان الغالي في الدور النهائي لدوري ابطال اسيا. عبد العزيز هيكل على اليمين، كوسمينو لاريو احد افضل المدربين في العالم العربي الروماني، 45 عام. ياسر الشهراني كورته ما تعدش، التواصل على اليمين، ادواردو يشق الميدان من اليمين الى اليسار، لمس الكرة من نواف العابد. ياسر الشهراني، الشهراني لتحقيق الاماني، وكرة طويلة ما يعديش سالم الدوسري، بتدخل ايفرتون ريبيرا. الجحفلي تمهيد امكانية التصويب لا، تردد واضح من نواف العابد. اسماعيل الحمادي، ماجد حسن، التفكير في الوضعية الهجومية. عبد العزيز سانجر يرجع لإيفرتون ريبيرا، حبيب الفردان، احمد خليل، مخالفة ضد الجحفلي. خمسة دقائق لعب في بداية المباراة في شوطها الثاني. التعادل السلبي هو حاكم هذا الزمن بين العملاقين. تعليمات المدربين امامنا، المدرسة اليونانية للهلال والرومانية للاهلي الاماراتي. كرة تور مليح من جانب الاهلي، ايفرتون ريبيرو يعدي يغير رودريغو ليما، وكرة يلتحق بها وامكانية التوسيع المراوغة الممتازة، يعدي واحمد شراحيلي بمبدأ الامان، لكن الهجمة الرائعة
الضغط الاحمر متواصل. كرة ممتازة بالراس وخالد شراحيلي يسيطر. معركة رهيبة في وسط الميدان. صمود دفاعي. كرة رائعة، كرة ممتازة، يلتحق لاعب اللي ما ضاعت عليه الكرة. دفاع عالي من جانب الهلال. واضح التسلل. هذا عبد العزيز سانجور في الوضعية الهجومية. الإثارة موجودة في انتظار مباراة الإياب بين الفريقين. نذكر مشاهدينا الكرام وأنه رودريغو ليما رقم 9 للفريق الإماراتي. وهذه هجمة إسماعيل حمادي. يا خالد يا الشراحيلي، واشرح لها ما الذي جرى. للمرة الثانية التقدير الزمني لحارس الهلال. نار ياسر الشهراني يوزع كرة من الدفاع. ايلتون واحمد محمود ديدا يحلق فوق الجميع. ترجع كرة ليفرتون ريبيرو الكرة خطأ منه، يستفيد منها نادي الهلال وامكانية الراس. وين نواف بعيد، نواف العابد بعيد. الشباك تنظر بلا اهتزاز بعد هذا الاداء الممتاز من الفريقين. ياسر الشهراني، ايلتون ضاعت عليه خميس سلمي اللي حارسه احمد محمود. احمد خليل والكوري الجنوبي. التماس للزعيم. احمد خليل دائما وابدا ما يشكل كل الخطورة في كل كرة. من اهداف الهلال السعودي مشاهدينا الكرام في دوري ابطال اسيا جاءت في الشوط الثاني. يعني الزعيم لا يؤتمن في الفترة الثانية. 71% من اهداف الاهلي الاماراتي في دوري ابطال اسيا جاءت في الشوط الثاني. يعني ننتظر شوط الاهداف. تعدي الساعة بالكل، ولكن أين هو الحل؟ الأهلي الفرسان والهلال الزعيم. جماهير الهلال الموج البشري بألوانهم الزرقاء، واستاد الملك فهد الدرة، وفي ملعب الدرة أكيد ستأتي الدرر. ياسر الشهراني يرجع للوراء، النواف العابد، سلمان الفرج يربط بين الدفاع والهجوم. الجحفلي في وضعية المتقدمين، تعدي الكرة لليمين، اللمسة لنواف العابد، النواف لأيلتون
ايلتون بعيد كل البعد، ايلتون بعيد كل البعد. تقريبا 70,000 متفرج حاضرين. جماهير هلالية عودتنا دائما على ارقامها القياسية، على اغانيها الرائعة والمثالية. ماجد حسن قبل البلاء الحسن في هذه المباراة لحد الآن، واسماعيل الحمادي يمر، لكن تفتكروا الكرة نواف العابد، كرة هلالية. سلمان الفرج، سلمان يتقدم باليسار، سلمان تحت الكرة، إمكانية التصويب، لا يوسع، لا 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 لا، نواف العابد يشعللها، نواف يشعللها، كرة من ادواردو، ولكن التصويبة الأخيرة بحيرة كوسمان الغير راضي على المردود الدفاعي، وخيبة أمل جورجيوس تونس شعلت نار في المباراة في هذه الأوقات. الهلال عال العال واحمر اللون، يبقى خطير بكل ما في الكلمة من معاني. يغيب تيكاو للايقاف قلب الدفاع البرازيلي لفريق الهلال، ويغيب عبد اللطيف عطيف للاصابة من جانب نادي الهلال. في اخر 7 مواسم من البطولة شهد تواجد نادي سعودي واحد على الاقل في ال6 مواسم الاخيرة. ظهر الهلال 3 مرات في 2010 2014 و2015. اسماعيل الحمادي امام الكرة، كل الخطورة في اللاعب رقم 11 احمد خليل. الريفيرو ايفرتون يوسع، جول جول ليما، يعطي الأسبقية للفرقة الإماراتية بلمسة رأسية تغارق الشباك الهلالية. أول سيناريو، صمت رهيب يخيم على مدرجات استاد الملك فهد الدولي بهذه الرأسية البرازيلية. ليما البامبر الجديد لنادي الاهلي الاماراتي، سجل في كل مباراة الاهلي ويعيد الكرة ويكسر الجرة. رودريغو ليما. اذا حضرات المشاهدين، اول سيناريو في المباراة ليحمر اللون من اجمل ما يكون في هذه اللحظات في اصعب الاوقات على الهلال في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي. تعديل الاوتار قبل فوات المشوار مطلوب من جورجيوس تونس. هدف وزنه من ذهب، هدف وزنه من ذهب في ملعب الدرة للفريق الاماراتي المتحدي. قلنا مشاهدينا الكرام وانه نسبة 71% من اهداف نادي الاهلي الاماراتي جاءت في الشوط الثاني، رغم انه يمتلك اضعف خط هجوم. كرة لليمين شحفلي يوسع الكرة الرأسية من نواف العابد، ضربة مرمى لاحمد محمود. هدف من اجمل ما يكون بالراس، يغالط خالد شراحيلي لآيلتون رودريغو ليما. فرحة الجمهور الأحمر، القلعة الحمراء تكسب الآن المعركة في انتظار نهاية هذه الحرب الكروية. اسماعيل الحمادي مخالفة ضده لصالح الهلال. ياسر الشهراني يبقى الطريح المعشب الأخضر، الوقت يمر،
الوقت يمر والاحداث امر وامر على الزعيم الهلالي فوق ميدانه، يخسر زمانه في انتظار ان يسترجع سلطانه. استبعاد ياسر القحطاني في اخر اللحظات من القائمة لهذه المباراة. اكثر من سؤال. تأهل النادي الاهلي لاول مرة لدور نصف النهائي، يعتبر ثالث نادي اماراتي يلعب الدور نصف النهائي بعد نادي العين في 2003 و2005 و2014 ونادي الوحدة في 2007. ياسر الشهراني سلامات سلامات. المصائب لا تأتي فرادى، جماهير تغني، جماهير تتألم. الليما صاحب الهدف الوحيد مشاهدينا الكرام سجل هدفه الثالث في 3 مباريات لدوري ابطال اسيا. اذا يستأنف اللعب الان. كرة سريعة، الفريق الاماراتي يبحث عن التأكيد بهدف ثاني يغني به اجمل الاغاني، والهلال قادر على ان يسطع نجمه من جديد فوق ميدانه. تعدي الكرة لياسر الشهراني، النواف العابد، هنالك اصابة للاعب اماراتي. الجمهور الهلالي في حالة غليان. احمد خليل الشد العضلي، اذا ناصر الشمراني يستعد للدخول. ورقة هجومية ثانية، خروج الجحفلي، خروج مدافع ودخول قلب هجوم صريح. ناصر الشمراني الان ورقة ثانية هجومية الى جانب ايلتون الميدا. المدرب تونس يلعب الهجوم القوي. تونس لا يخسر في ملعب الدرة. 4 انتصارات المدرب اليوناني مع الهلال منذ حضوره في 4 مواجهات اسيوية اقيمت في درة الملاعب. انتصار هلالي جاء اولا ضد فولاذ الايراني بدوري المجموعات 2-0 قبل ان يتجاوز السد القطري بهدفين هدف، ثم يهزم بيروتزي الايراني بثلاثية نظيفة، واخيرا فاز على الاخوية القطري 4-1 في هذا الملعب. كرة طويلة الان، مهاجمان 2 في محور الدفاع الان الاماراتي، ايلتون الميدا وناصر الشمراني. هجوم مطلق لفريق الهلال. كرة لياسر الشهراني، شهراني يعود للوراء. احمد شراحيلي وكوان، سلمان الفرج يغير لكن هربت الكرة لياسر الشهراني. يطمح النادي الاهلي مشاهدينا الكرام الى مواصلة مشواره نحو الدور النهائي واحراز لقب للمرة الاولى في تاريخه بعد ان حل وصيف في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين. تعادل مع العين الاماراتي في الدور 16 في لقاءي الذهاب والاياب 0-0 و3-3، وفي الدور الربع النهائي على نفط طهران. وهذه كرة لايلتون داخل منطقة الجزاء، يعدي والركنية. الحكم يقول ركنية. تناقض بينه وضربة جزاء، ضربة جزاء. ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ضربة جزاء لنادي الهلال. انفجار في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. الحكم من اوزباكيو
فالنتين كوفالينكو يعلن على ضربة جزاء لنادي الهلال. هات الصورة لنتأكد من الكرة. الكرة هل خرجت برمتها أم لا؟ يبدو أن خميس سالمين التقط الكرة. الكرة هل خرجت برمتها؟ على كل الحكم فالنتين كوفالينكو يقر ضربة جزاء لنادي الهلال. أفوى قاتلة من خميس سالمين. قانون التحكيم يقول لابد أن الكرة تخرج برمتها. هذه هي الكرة، يبدو أنها خرجت برمتها. على كل نترك الأمور لجمال الشريف. الحقيقة الواقعة الآن إدواردو بضربة جزاء. تسونامي جماهيري هلالي في الانتظار. نعم الكرة خرجت برمتها. الكرة خرجت برمتها في انتظار قرار الحكم جمال الشريف. إدواردو امامه ديدا احمد محمود. الكل بالخوف والرعب، مسؤولية كبيرة. إدواردو التركيز مطلوب، جماهير في الانتظار. نار 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 في هذا الانتظار وهذا المشوار. يتقدم إدواردو، ضاعت الكرة. اي 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 كرة ضيعة. وديدا ديدا هو ديدا يتابع الكرة. جماهير الهلال في حالة غليان. فرصة التعادل راحت ولت وضاعت. مباراة فيها الشرارة، مباراة بكل الإثارة. الهلال بسيناريو الهجوم وهذه كرة رائعة. إدواردو ركنية، سيطرة هلالية قوية ومثالية. فالنتين كوفالينكو قريب من موقع العمليات. ضربة جزاء ستثير الكثير من الحبر. الركنية الهلالية بالراس تعدي على الكل. اسماعيل الحمادي والاعتراض واضح من ياسر الشهراني والمخالفة الأحمر اللون الأهلي الإماراتي. الهلال الذي طبعا تغيير من جانب الأهلي بقرار كوسمين اوناريو. خروج المهاجم كابتن الفريق احمد خليل اللي يعطي الشارة يعطي الشارة لرودريغو ليما. عبد الله حميد ياتي بديل. التغيير من جانب النادي الاهلي. حميد عبد الله عباس والكل باحتباس الانفاس. فرحه وما تمتش في دكة احتياط الهلال في انتظار عزيمة اقدام الرجال. احمد خليل خروجه مبكر قد يعطي فرصة لدفاع الهلال للتقدم اكثر في المساندة الهجومية. نعرف قيمة احمد خليل الفنية. التذكير بالنتيجة اسبقية اماراتية بهدف البرازيلي رودريغو ليما بالراس. الهلال في وضعية لا يحسد عليها. الهلال في انتظار التحدي. الهلال في وضعية الهجوم ونسيان كل الهموم. سلمان الفرج، كرة قصيرة لنواف العابد. الثاني ترجع للأهلي، يسترجعها سلمان، يخسرها مع ايفرتون ريبيرو.
على هجوم المعاكس يقود اسماعيل الحمادي. يا الحمادي اسماعيل الحمادي، يا سلام يا سلام على سلمان، يا سلام، فنيات ولا في الاحلام، برود الدم انجليزيه لنجم الكره السعوديه. تاويل الكره باتجاه لناصر الشمراني، الدولي السعودي عدى، يا سلام، لكن امامه عبد العزيز سانجور. مدرجات استاد الملك فهد الدولي بتسونامي. بكل الاماني جماهير الهلال ما زالت تغني. كوانكا اكيد نجم الكرة البرازيلي رودريغو ليما القادم من بنفيكا البرتغالي صنع الفارق في هجوم نادي الاهلي الاماراتي. 3 اهداف في 3 مباريات اسيويه. كرة هلالية، يا سلام، ادواردو مخالفة ضده. ماجد حسن جندي الخفاف المباراة، تمشيط غير عادي لنجم المنتخب الاماراتي. كاسمين اولاريو تقريبا 70,000 متفرج في ملعب الملك فهد الدولي في انتظار الابتسامة بكامل العلامة، ولكن ما كل المطالب بالتمني. كرة القدم أقدام وليست أوهام. النواف العابد يرجع للوراء، انتظار المساندة. كوانكا الكوري الجنوبي إلى اليمين، ياسر الشهراني في انتظار لمس الكرة. سلمان الفرج للكوري كوانج، تصدي دفاعي اماراتي عبد العزيز سانجور. هيكل السرعة لنواف، سلمان نواف العابد يغير بنجاح، لكن لا، راحت الكرة على البريك في هذه اللقطة الأخيرة. محمد البرايك على اليمين، ايفرتان ريبيرا، تماسعات الزعيم، سباق ضد الزمان، سباق ضد الامتحان، يخوض الهلال في هذا الرهان. نواف العابد المسؤولية الكبيرة لتعديل النتيجة. ياسر الشهراني، شوف الانتشار واضح للاعبي المدرب كوسمين، 3 خطوط قريبة من بعضها البعض. كوان يعدي لإدواردو، العابد ما يعديش، شهراني من جديد، نواف العابد، سلمان الفرج، سلمان يثبت الأقدام، يغير للبرايك، محمد يوزع، كرة براس، ضربة جزاء. الحكم يقول لا، الحكم يقول لا. اعطينا الصورة، خلينا نتأكد بالكرة. هذه هي اللقطة، هنالك اليد اليمنى واليسرى لعبد العزيز هيكل، هنالك حزام عبد العزيز امامنا واضح مع ايلتون. لازم نعطي رأيي الشخصي بمبدأ الحياد، ما فماش كلام، وبعد ذلك كل خبير تحكيمي يعطي رأيه الذي هو يبقى دائما قابل لكل نقاش. سلمان، الهلال في وضعية
تغيير وجه اللعب، محاولة التدرج من احمد شرحيلي. نواف العابد كرة بالتليفون باتجاه خالد سلمان. نواف مرة أخرى رايعة من ناصر الشمراني ورايعة وسع. محمد البريك والركنية الهلالية. التسونامي الهلالي متواصل والركنية الهلالية قوية. ايفرتون ريبيرا، اسماعيل الحمادي في مواجهة ياسر الشهراني. الحمادي يخسر على الكرة مع نواف العابد، ترجع كرة هلالية. ادواردو الركنية بتدخل لسلمان. كل لاعبي الهلال بالقامات الفارعة في منطقة الجزاء الإماراتية. هذا ماجد حسن في التدخل الأخير. كرة طويلة، أيلتون التصويب والحارس ديدا اسم على مسمى احمد محمود. ياسر الشهراني في اخر تصويب. تعدي الهجمة الهلالية بنسمات قوية. شهراني، الحكم يقول العب حمادي واسماعيل الحمادي امامه 4 مدافعين. التسلل واضح على ايلتون، قد يستوجب الورقة الصفراء. الورقة الصفراء بالفعل. فالنتين كوفالينكو طبق القانون ضد البرازيلي القادم من بنفيكا رودريغو ليما. في 32 عام، إضافة كبيرة لفريق الأهلي. ادواردو، صعوبات على مستوى العمق لكن الاطراف موجودة في الانفراج لفريق الهلال. تعدي الكرة البرايك يوزع، تدخل بالراس من سلمان، ترجع عكسية لفريق الأهلي اللي منذ خروج أحمد خليل تاه توهان في الميدان. التناغم والتناسق اللي كان موجود بين أحمد خليل ورودريغو ليما لم يعد موجود. هنالك ضربة جزاء أكيد لفريق الهلال حرم منها من فالنتين كوفالينكو اللي سبق له أن حرم الهلال كذلك ضد بينالتي الإيراني. ناف في انتظار ناصر الشمراني. تعدي الكرة، ناصر بالراس، التصويب. ركنية هلالية في أجواء استرية. ناف يبعد اسماعيل الحمادي واختيار مبدئي. يعاني الأمرين الدفاع الإماراتي. ناصر الشمراني في التصويب. عبد الله الزوري في انتظار خروج محمد البرايك. الخبرة لها مواعيد، وعبد الله الزوري الآن يأتي للأمان في مكان محمد البرايك. ومن جانب الفريق الاماراتي نادي الاهلي خروج لايفرتون ريبيرو. وصول المغربي اسامه الصيدي الرائع والموهوب المغربي المحروم من الخدمات المحليه بحكم اختيار موسى السو الذي انتقل من فنرباتشي الى نادي الاهلي. وقع ترسيمه في الدوري المحلي، بينما الصعيدي
يلعب في دوري ابطال اسيا. الهيجان الازرق متواصل. الهجمه المرتده للفريق الاماراتي، بعيده الكره، عبد الله الزوري، التمرير لسلمان الفرج في ظهر عبد العزيز سانجون، يواصل ناصر التدخل قوي جدا، والحكم ياتي مخالفه ضد الميدة. لصالح اسماعيل الحمادي. مريرة في احداث مثيرة يعاني منها الى حد الان نادي الهلال في ميدانه. ياسر الشهراني اللي انتقل على اليمين، وعبد الله الزوري على اليسار، وهذا التأكيد امامكم. النواف، العابد والمخالفة، تلعب بسرعة. سلمان الفرج لياسر الشهراني، شهراني الى اليمين، ناصر الشمراني يعديها وتوصل لكن يوزع، وماجد حسن في ركنية انتظار وصول القامات الفارعة. تلعب الركنية بالراس، جول جول جول. ايلتون الميدة بالراس والقناص، وانفجار في مدرجات استاد فهد الدولة. شوف الكرة صاروخية، الميدة في الشباك الإماراتية، نار 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 يا حبيبي، نار. هو الميدة يأتي الابتسامة بالعلامة للجماهير الهلالية. مباراة غريبة الأطوار، مباراة فيها الكثير من الإثارة، نهاية دراماتيكية، نهاية ألفريد هيتشكوكية. سلمان جمهور الهلال بأرقامه القياسية الخرافية يدفع الفريق إلى الثنائية في هذه المباراة نصف النهائية. لا يمكن لنا وصف هذه الجماهير الرائعة، جماهير من ذهب. وراء التعديل هو امامكم الكاميرا تنتقل بنا في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. جماهير عالمية بكل ما في الكلمة من معنى. يعني فريق يلعب في ملعب يتسع ل70,000 متفرج، وربما يتابعوا على شاشات التلفزيون اكثر بكثير من الحاضرين في الملعب اكيد. ترجع كرة سعودية، هل يقلب الطاولة الهلال؟ هل يقلب الطاولة على فريق الاهلي الاماراتي؟ تعدي الكرة، يا سلام، شوف الكرة، كمبيوتر بلاي ستيشن. الناصر الشمراني ما يعديش، رودريجو ليما، الروح والجرينتا
العزيمة هلالية، الموج الازرق امام الكرة. سلمان الفرج، ايلتون عبد الله زوري، زوري يراوغ يعدي يصاب، عجيبة غريبة. ايلتون كرة هلالية. اوه ناصر الشمراني او سلمان او نواف. اسماعيل الحمادي ترجع لسلمان. مباراة جنونية واسماعيل الحمادي تاح، وكرة عبد الله زوري باليسار، يستر يا ستار، تعدي من سلمان يا اسامة الدوسري يروح. جنون كل الجنون، اوه فنون كل الفنون، والهلال في وضعية الجنون. احمد شراحيلي مخالفة ضده. هدي يا هلال يا متحدي. هدف التعادل اشعلها النار في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. حبيب الفردان يعاني الإصابة. الهدوء مطلوب، المدربين في حالة مشاكسة، كوسمين اولاريو وكذلك جورجيوس دونيس. لكن لا يمكن لنا مشاهدينا الكرام ان نحدد الكم، هذا الكم الهائل من الدعم الجماهيري لنادي الهلال، والشيء من معداه لا يستغرب. قيمة كبيرة اليوم. احمر اللون يقف صد منيع امام الهلال و70,000 متفرج، واسماعيل الحمادي يعاني الاصابة لكن يعود سلامات. كوسمين اولاريو بعد ان كان متقدما بهدف ل0. شوف هذه الجماهير العملاقة، علاقتها تاريخية بالزعيم. يلزمني نسكت باش الناس الكل تسمع. مشاهدينا الكرام يستأنف اللعب الآن. كرة طويلة من أحمد محمود لرودريغو ليما. إدواردو اسماعيل الحمادي. منذ خروج أحمد خليل تغير الشكل الهجومي لفريق الأهلي، انحدر إلى الدفاع. كوان عبد العزيز سانجور، التصدي من ياسر الشهراني من جديد لكوان. يحاول الاهلي الخروج من هذه الورطة مع سلمان، ممنوع المرور. المخالفة للهلال، تلعب بسرعة. نواف العابد، النواف يغير من جديد. عبد العزيز الزوري للعابد. سلمان الفرج في الربط بين الدفاع والهجوم. كل الجماهير الهلالية واقفة. الاعصاب يا ناس، الاعصاب. ياسر الشهراني يماد لسلمان، سلمان يدور، سلمان يعدي ومن يسار ترجع الكرة لسالم الدوسري. وضعية هجومية هلالية، يوزع بالراس وناصر الشمراني الى الحارس احمد محمود. دفاع الاهلي يعاني، صامد امام هذه العاصفة الهلالية. المخالفة لرودريغو ليما على حساب احمد شراحيلي.
النادي الاهلي. الاوقات الحرجه وتلعب الكره بسرعه. الزوري بعيد الكره لناصر الشمراني، طويله من خميس سالمين، بعيد على اسماعيل الحمادي، زايده منه الحمادي يشكو التمدد العذري ويعمل في سباق خارج الميدان. الورقه الصفراء اليلو كارد مشاهدينا الكرام بقرار اداري لفالنتين كوارينكو على حبيب الفردان. بسرعه قياسيه الفرقه الهلاليه تريد الثنائيه. سالم الدوسري وسط الميدان الشعراني، ناف العابد على يسار عبد الله الزوري، العابد السادد، غدارة باليسار شرارة. جورج دونيس يشحن المعنويات. جماهير الهلالي في اصعب الاوقات. خمسة دقائق وقت بديل بعد نهاية الوقت الاصلي والطبيعي. الهلال يلعب الكل في الكل، الجمل بما حمل. نواف العابد اولهم، عبد الله الزوري ثانيهم، واحمد شراحيلي الرابع كوانك لسلمان الكرة الخامسة، كواك في السادسة. المنظومة الهلالية 7 كرات لسلمان، لليمين ياسر الشهراني في اللمسة الثامنة، شهراني التاسعة لسالم الفرج. سلمان يغير، عودة اسماعيل الحمادي في الوقت المناسب. نواف العابد ترجع كرة لنادي الاهلي. حمادي اليوم لعب مباراة بطولية على المستوى البدني وعيني بارد عليه. اسماعيل الحمادي انتهى اكمل 90 دقيقة يعلم به كان المولى سبحانه وتعالى، لكنه ما زال يقاتل بقدم واحدة من اجل الفريق. كل شيء هون. الهلال لليمين، شهراني كورته ما تعديش. سلمان يستقبلها من جديد. جماهير حيرانة في انتظار مباراة العودة. وعديدة احمد محمود 4 دقائق يقول كوسمين اوناريو للصمود للعودة بنتيجة ايجابية اكثر من رائعة، لانه الهلال سيكون مطالب بتسجيل الاهداف في دبي بالذات في ظل هذه النتيجة 0-0 تعطي احقية الاهلي للمرور الى الدور النهائي. لكن مباراة الليلة ما زال فيها الكثير، وهذه كرة رائعة. نواف ويعدي البرازيل البرتغالي، لا هجوم معاكس اسماعيل الحمادي. 3 ضد 2، خطورة فيها الكرة، والكرة رودريجو ليما كرة على مرتين خارج شرحيلي. صمد رهيب يخيم على المدرجات في كرة اخر الاوقات. ياسر الشهراني يعدي يخسر على الكرة، يخسر الكرة. التماسيات للهلال، الدقيقتين الاخيرتين. رودريجو ليما على مرتين، وخالد الشراحيلي بامتياز. جورج دونيس يتنفس السعداء، يهني حارسه. سلمان يراوغ، يدخل. وين يا سلمان وين؟ لكن نحيي بصراحة مشاهدينا الكرام الصمود البطولي للاهلي الاماراتي احمر اللون، يعود ربما تعادل فيه الكثير من الجنون في ملعب يعتبر جحيم لكل المنافسين. الكرة الاخيرة، الومضة الاخيرة والمثيرة، خالد شراحيلي الميدان. اسماعيل الحمادي يفتك له الكرة. نواف العابد تعدي الكرة ممتازة. ادواردو مخالفة
لنادي الهلال، اخر ومضة، وسلمان الفرج ينال الورقة الصفراء في هذه اللحظات. وكذلك بالتساوي لعبد الله. الوقت يضيع، العب الكرة، سلمان صاحب الخبرة، نهاية الزمان، الكل في الكل، الجمال بما حمل. فرصة العمر الأخيرة للهلال. الحكم فالنتين كوفالينكو المباشر الآن، وفي هذه اللحظة يعلن فالنتين كوفالينكو على نهاية المباراة في مباراة الذهاب بالتعادل هدف لهدف بين الفريقين في انتظار مباراة الإياب في دبي. سجل للهلال في التعديل طبعا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، ولكن تبقى الأمور مفتوحة على كامل مصراعيها في لقاء الإياب. أجمل تحياتي مشاهدينا متابعينا في انتظار قادم المواعيد الكروية على بين سبورتس.